كلكم قلتولي احاول اقسم الحاجات اللي ورايا عشان اقدر اتبسط بالوقت اللي انا قاعداه وما كربسش كل حاجة على نفسي في نفس اليوم. فانا قررت كل يوم هعمل تنظيفة عميقة لجهاز من اجهزة المطبخ، وكل اسبوع هتكون ليه تقسيمة معينة. ولكن اللي حصل لي النهاردة بعد اول جهاز انا عملته كان كارثة ما توقعتش ابدا انه يحصل لي. النهاردة صحيت متأخر شوية، صليت والمطبخ كان فيه شوية مواعين وعاوز ترتيب سريع كده. الحمد لله عملتهم، وبعد كده حضّرت فطار لإن إحنا نادرًا ما بنفطر سوا، أنا وأسرتي يعني. جماعة بشاير قعدة البيت بدأت تظهر النهارده. النهارده السبت، أول مرّة في حياتي ييجي عليَّ يوم السبت وما أحسش إني متوترة والدنيا كلّها متكربسة فوق دماغي، وبالاحق نفسي أيًا كان يعني هانزل الشغل أو لأ، فهو إحساس رائع أتمنى إنه يفضل مكمّل معايا. هنا كنت باوريكم شكل السما وباقول لكم إن إحنا لسه الشتا ما دخلش، والغيامة دي كانت الساعة 02:30. لميت الغسيل وطبقته وندخل على الجهاز اللي أنا حسيت بس إن هو متوسخ حاجة بسيطة، قُلت هافكه ونشوف هنعمل إيه. كنت أنا شُفت فيديو على النت يعني واحدة بتنضف الغسالة، فقُلت أنا هاعمل زيها. وبدايةً أول نصيحة أرجوكِ ما تنضفيش الغسالة أو أي جهاز كهربائي قبل ما تفصلي الغسالة من الكهربا، وقبل ما تلبسي جوانتي في إيدِك. أنا أول مرّة في حياتي أشوف منظر الغسالة كده ومش عارفة إيه اللي وصّلها لكده. يعني أنا كنت طول الوقت عمّالة أكلم الغسالة أقول لها بصوت أكرم حسني إحنا إيه اللي وصّلنا لكده. وتعالوا نحضّر الخلطة، كان صابون سايل وخل وبيكربوناتو و نقطتين مَيّة، أنا مش عايزاها تبقى فيها مَيّة كتير عشان المَيّة ما تسرحش جوّه الغسالة، وطبعًا إحنا عارفين إن ممنوع إن الصابون أو الحاجات ديّة تدخل جوّه الغسالة عشان هتبوظها. ابتديت إن أنا أدخّل إيدي على قد ما أقدر وأغسل جوّه، والصراحة مع ضيق المكان وخاصةً إن إيدي اتحرقت كمان من الحاجات اللي أنا كنت عاملاها والبيكربوناتو يعني عوّرت لي إيدي بشكل خطير. آمم ولكن الحمد لله النتيجة أنا راضية عنها بنسبة كبيرة جدًا، فالحمد لله يعني نضّفت المكان اللي فيه الدُرج، وبعد كده ندخل بقى في الدُرج. والدرج دوّة حكايته حكاية، فيه زخانق كده، أنا استخدمت فُرشة هي سهلة، يعني هو بيتهيأ لي كان محتاج منّي نقع ولكن أنا ما عملتش كده، أنا اشتغلت فيه على طول. فسواء بفُرشة أسنان بايظة، سواء بأي فُرشة عندِك، بس أهم حاجة ما تبقاش حاجة تجرّح الدرج. عملتها أخَد منّي شوية وقت ولكن يعني 5، 7 دقايق كده والحمد لله كان زي الفُل. وأنا لسه عارفة مؤخرًا إن أجهزة المطبخ بتحتاج تنضيف، يعني أنا جايباكِ تنضفي هانضفِك أنتِ ليه؟ أنا فعلًا ما كنتش أعرف المعلومة دي لحد ما شُفت الفيديو دوّة، وقُلت خلاص أستغل الفترة اللي أنا قاعدة فيها وأعمل كده. بس أنا نصيحتي لأي حد في الدنيا ما تسيبوش الأجهزة بتاعتكم أبدًا توصل للمرحلة دي. آمم، أنا كنت دايمًا يعني بانضف الكاوتشة دي، بس ده اللي أنا كنت أعرفه إن هو بيتنضف في الغسالة، غير كده ما كنتش أعرف. أنا ما خلّيتش الغسالة نفسها في حاجة، أنا نضّفتها قلبًا وقالبًا، خلّيتها فُلّة، وعملت لها دورة خَل في الآخر. ولكن هنا الصدمة بقى، نفتح ده مكان الفلتر المفروض، وهنبتدي إن إحنا نفتح، ونصيحتي زي ما قُلت وبأكد عليكم تاني لازم نبقى فاصلين الكهربا. أنا طبعًا هي كانت ورا الكهربا ورا الغسالة، فأنا وهي تحت الحوض فما قدرتش إن أنا يعني أزُقّها أو كده. أنا اتكهربت هنا، وبعدين لقيت مَيّة مجاري نازلة عذرًا طبعًا، ولكن أنا مش عارفة ده حصل إزاي. أنا طبعًا قُمت بقى بعد أمّا اتكهربت وكده حاولت إن أنا أعالج ما يمكن علاجه، وديّة كانت صدمة تانية إن أنا وأنا باطلّع ده طلع حاجات غريبة من الفلتر، أنا مش متخيلة إن ممكن تبقى الغسالة بتاعتنا بالمنظر ده. أنا باعتذر جدًا طبعًا لأي حد بيشوف المنظر دوّة، ولكن عشان لو في حد غيري برضه ما كانش عارف إحنا بننضّف إن الفلاتر دي أو الغسالة بتتنضّف، فيمكن تكون حاجة كويسة يعني إن هم يشوفوها ويتعلموا، وبعد كده الباقي كان سهل. رجّعت كل حاجة مكانها وحاولت إن أنا ما أقفش حافية برضه عشان ما يحصلّيش أي مضاعفات تانية. وبس كده الحمد لله الغسالة كانت زي الفل وبنت ناس اقترحوا عليّا بقى إيه تاني جهاز ممكن يهوّن عليّا اللي حصل معايا النهارده أنضّفه بُكرة. حطيت دورة غسيل والصراحة يعني أنا كنت حاسة الغسالة بتتنفّس يا بنات والله العظيم، وحسيت الغسيل كمان اللي خرج كان بيتنفّس. أنا طبعًا مسحت الأرض وعقّمت وعملت كل الحاجات اللي ممكن تتعمل عشان نتفادى الخطأ ده.
فهاستنى تقولوا لي رأيكم في تنضيفة النهارده، وقولوا لي لو بتستخدموا منظفات معيّنة أو خلطات معيّنة تبقى أحسن على الإيد برضه، وهاستناكم في فيديو جديد وباي باي.